كيف نستطيع أن نستكشف وأن نتفهم وأن نقف على كل هذه المعارف؟ لا بد أن يوجد عندنا منهج، ولا بد أن يوجد عندنا طريق، من خلال هذا الطريق نستطيع أن نفهم القرآن الكريم وأن نقف على معارف القرآن الكريم. ومن هنا نحن نجد أن علماء التفسير وأن المفسرين وأن أولئك الذين تصدوا لحركة التفسير من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، كل منهم إذا أراد أن يتكلم في فهم القرآن الكريم وتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وبيان المراد من هذه مراد الله سبحانه وتعالى، في مقدمة كتابه يذكر المقدمات والقواعد والأسس التي يستند إليها لفهم القرآن الكريم. من هنا واقعا لا بد أن نعرف ما هو المنهج الذي ينبغي علينا أن نقف عنده، وما هو المنهج الذي ينبغي علينا أن نتخذه للتعاطي مع القرآن الكريم. أنا بنحو العام وبشكل إجمالي كما تعلمون أن هذه الحلقات كل حلقة لا تتجاوز المدة فيها 20 دقيقة، ونحاول نحن من خلال هذه 20 دقيقة أن نوصل مفهوم إلى المشاهد الكريم. في الواقع بأنه هناك اتجاهات متعددة وجدت على مر تاريخ الحركة التفسيرية لكيفية التعاطي ولكيفية استنباط المعارف من القرآن الكريم. المنهج الأول هو المنهج العقلي، يعني الذي يستند إلى العقل لاستنباط المعارف من القرآن الكريم. المنهج الثاني هو المنهج الروائي والتفسير بالمأثور والتفسير بالرواية. المنهج الثالث هو المنهج الكشفي أو المنهج العرفاني. المنهج الرابع هو المنهج الطبيعي أو المنهج التجريبي. أنا بودي مقدمة أن أقف على هذه المناهج الأربعة قليلا لنقف على ما هو المراد على المنهج العقلي، المنهج الكشفي، المنهج التجريبي، والمنهج الروائي أو التفسير بالمأثور. في الواقع المراد من العقل، ولا يمكن أن نفصل الكلام في هذه المرحلة، المراد من العقل يعني هناك قوة عند الإنسان. كيف عند الإنسان قوة تسمى الباصرة، وكيف عند الإنسان قوة تسمى السامعة، يستطيع أن يبصر بها الأشياء، أن يسمع بها الأشياء، أن يشم بها الأشياء، أن يذوق بها الأشياء، أن يلمس بها الأشياء. هذه القوى الظاهرة. هناك أيضا قوى باطنة في وجود الإنسان. هذه القوى أنا وقفت عليها مفصلا في كتابي بحث أو بحوث في علم النفس الفلسفي. من هذه القوى الباطنية الموجودة عند الإنسان هي قوة العقل، والعقل هي تلك القوة التي تستطيع أن تدرك المفاهيم الكلية وتدرك التصديقات الكلية. العقل عندما يريد أن يقف على حقائق الحياة وعلى حقائق الكون، لأن هناك محاور أساسية ثلاث يحاول أن يقف عليها العقل وأن يتدبر وأن يستدل وأن يبرهن عليها. المحور الأول هو الله، المحور الثاني هو الإنسان، والمحور الثالث هو العالم. فالعقل إذا دخل هذه المحاور الثلاثة وحاول أن يستنبط منها المعارف، هذه النتائج التي ينتهي إليها هي التي تسمى بحسب الاصطلاح المباحث الفلسفية. المنهج الثاني الذي يوجد أيضا هو أنه المنهج الكشفي أو المنهج الذي يعتمده العارف. العارف بدل أن يذهب إلى العقل ويستنطق العقل، يذهب إلى نفسه ليروضها وليزكيها لتنطبع فيها المعارف الإلهية. يعني يحاول أن يجعل من قلبه مرآة حتى تنعكس المعارف الإلهية فيها، باعتبار أن القرآن الكريم يقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هو يريد أنه يستقبل هذه الرحمة وهذه المعارف النازلة من السماء، النازلة من عالم الملكوت الله سبحانه وتعالى، أو أن العارف يحاول أن يصل إلى هذه المعارف لا من خلال الاستدلال والبحث العقلي الحصولي، وإنما من خلال الرياضة
التزكية وانكشاف الحقائق، وهو الذي يصطلح عليه بالمكاشفات، وهو الذي يريد أن يقف على الأشياء من خلال علم حضوري لا من خلال علم حصولي. وهذه هي طريقة العرفاء في فهم حقائق هذا العالم، لا يستندون إلى العقل لاكتشاف حقائق العالم، بل يستندون إلى الكشف وإلى الرياضة وإلى التزكية لكشف حقائق هذا العالم. هذا هو الطريق الثاني. الطريق الثالث الذي يحاول البعض أن يستند إليه لكشف هذه المعارف والوقوف عليها جميعا هو أن يستند إلى الرواية، لا علاقة له بالقرآن، يذهب إلى النصوص الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هسه إما من خلال اتجاه أتباع مدرسة أهل البيت، يعني الروايات الواردة عن النبي الأكرم التي رواها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه نحن نعتقد بأن ما عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من معارف إنما هي بتعليم من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أو بتعليم جدهم أمير المؤمنين الذي تعلم من الرسول الأعظم: علمني حبيبي بابا من العلم ينفتح لي منه 1000 باب، أو 1000 باب من العلم ينفتح لي منه 1000 باب، من كل باب 1000 باب. والروايات في هذا المجال كثيرة، الآن ليس محل حديثنا. يحاول أن يستند إلى الحديث هسه إما بهذا الاتجاه، يعني الاتجاه الذي يقبل الحديث من خلال نقل أئمة أهل البيت وتلاميذ أئمة أهل البيت، هاي مدرسة أهل البيت. في قبال هذه المدرسة الاتجاه الآخر ومدرسة الخلفاء، هي التي تنقل الأحاديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكن من خلال الصحابة ومن خلال التابعين. نعم، قد ينقلون بعض الأحيان عن الأئمة، ولكنه لا ينقلون إلا النزر القليل. عندما نأتي إلى أمير المؤمنين لا ينقلون إلا 100 أو 150 رواية، فكيف بالحسن والحسين لا ينقلون عنهم إلا الشيء القليل. سواء كان هذا أو كان هذا، يعني سواء كان أتباع مدرسة أهل البيت أو كان أتباع الخلفاء، فإن هؤلاء يستندون إلى النصوص لفهم مثل هذه المعارف، ومقصودي من النصوص يعني الأحاديث. هناك منهج آخر مع الأسف الشديد، لا أعبر عنه مع الأسف، بعد ذلك لعلنا إذا وفقنا نقف على ذلك. هناك منهج آخر وجد في العصر الحديث، وهو أنه يريد أن يستند إلى معطيات العلم الحديث وإلى التجربة وإلى العلوم الطبيعية للكشف عن كثير من هذه المعارف، وهو المنهج التجريبي والمنهج الطبيعي. هذه هي المناهج الأربعة المعروفة للوقوف على هذه المعارف التي أشرنا إليها: المنهج العقلي، والمنهج العرفاني أو الكشفي، والمنهج الحديثي أو التفسيري بالمأثور، والمنهج الطبيعي الذي يستند إلى التجربة. وأنت عندما ترجع إلى كتب المفسرين وإلى التفاسير الموجودة في المقام، تجد أنها في الأعم الأغلب تحاول أن تكون ضمن اتجاه من هذه الاتجاهات، ولكن في جملة واحدة بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة بشكل جيد، وهو أن هؤلاء في الأعم الأغلب عندما تطرح عليهم أو يطرح عليهم تساؤل معين، نجد أنهم هذا التساؤل يسألون العقل فيه أولا، ويسألون المنهج العقلي، ويسألون الكشف فيه أولا في المنهج العرفاني، ويسألون فيه الحديث في المنهج بالمأثور، ويسألون فيه العلوم الطبيعية في المنهج الرابع. وبعد أن يأخذوا النتيجة يأتوا إلى القرآن ليجدوا شاهدا على ما انتهوا إليه. إذن هم لا يسألون القرآن أولا في تلك المسألة حتى يجيب، يعني لا يسأل القرآن أولا وبالذات، وإنما يسأل العقل أو يسأل الكشف أو المكاشفة أو يسأل الرواية أو يسأل العلوم الطبيعية، ثم يأتي بخدمة القرآن ليجد شاهدا يدلل على صحة ما انتهى إليه. وهذا هو المنهج الذي ذكر في كلمات جملة من المفسرين بأنه منهج التطبيق لا منهج التفسير. يعني أنت تقف على الحقيقة من خلال المنهج العقلي أو العرفاني أو الروائي أو الطبيعي التجريبي، ثم تأتي إلى خدمة القرآن لتجد ما يؤيده من القرآن الكريم، لا لتجد ماذا يقول القرآن الكريم. وكثير من التفاسير الموجودة
بأيدي علماء المسلمين، بأيدي المسلمين من علماء التفسير، إما تنتهج المنهج الأول أو المنهج الثاني أو المنهج الثالث أو المنهج الرابع. أنا على سبيل المثال أحاول أن أقف عند بعض التفاسير التي تكلمت عن هذه الحقائق. على سبيل المثال، عندما نأتي إلى المنهج الأخير الذي أشرنا إليه وهو المنهج الطبيعي أو التجريبي، لعله من أفضل التفاسير التي مثلت هذا الاتجاه هو تفسير الجواهر للطنطاوي. الطنطاوي حاول في تفسيره أن يفسر القرآن، لا أن يفسر القرآن، بل أن يطبق القرآن على معطيات العلوم الطبيعية والتجريبية والعلوم الحديثة. وأنا بودي أن المشاهد الكريم يرجع إلى هذا الكتاب ليجد. على سبيل المثال، عندما نأتي إلى المنهج العرفاني الذي يعتمد الكشف، هناك مجموعة من التفاسير. طبعا عندما أقول تفاسير مو مختصة بأحد الفريقين، سواء كان في أتباع مدرسة أهل البيت أو في أتباع الخلفاء في هذه المدرسة أو تلك المدرسة، في كلا الفريقين هذه الاتجاهات موجودة. على سبيل المثال، الإخوة لو راجعوا تفسير القرآن الكريم للقاساني في مجلدين يجدون أنه يحاول أن يطبق القرآن على تلك الأمور التي انتهى إليها العارف في كشفه. أو في كتاب بيان السعادة في مقامات العبادة في 4 مجلدات للجنابذي أيضا هذا المعنى. أو في تفسير السلمي في مجلدين، أو في تفسير القشيري لطائف الإشارات في 3 مجلد، كلها تدور حول هذا المحور. ولعل ممثل الأكبر لهذا الاتجاه هو محي الدين في الفصوص، وخصوصا في الفتوحات المكية، الذي حاول أن يؤسس لهذا الاتجاه. أما فيما يتعلق بالتفسير بالمأثور، نجد أن هناك واقعا تفاسير متعددة حاولت أن تستند إلى الرواية لفهم هذه المعارف القرآنية. هي لا تقول شيء وإنما تسأل الرواية. مثلا من قبيل تفسير ابن أبي حاتم الذي يقع في 10 مجلدات ويحتوي على عشرات الآلاف من الروايات في هذا المجال. أو تفسير الدر المنثور للسيوطي الذي يقع في 7 مجلدات، حيث نجد بأنه أيضا ينتهج تفسير القرآن بالمأثور. أو تفسير البرهان للبحراني الذي يقع في 8 مجلدات. أو تفسير نور الثقلين للحويزي الذي يقع في 8 مجلدات. أو تفسير كنز الدقائق للمشهدي الذي يقع في 14 مجلد، هذه كلها. أو تفسير العياشي الذي يقع في 3 مجلدات، هذه كلها تفاسير تحاول أن تعتمد الرواية لفهم القرآن الكريم. عندما نأتي إلى التفاسير الكلامية، نجد بأنه تفسير الرازي مفاتيح الغيب هذا يحاول أن يعتمد المنهج الكلامي لإثبات مدعيات الأشاعرة. تعلمون أن المتكلمين ينقسمون إلى أشاعرة وإلى معتزلة وإلى إمامية. الفخر الرازي باعتبار أنه أشعري يحاول في تفسيره أن يطبق كثير من الآيات القرآنية على مباني الأشاعرة. في المقابل نجد أن الزمخشري في تفسيره الكشاف يحاول أن يفسر كثيرا من الآيات بما ينطبق مع مباني المعتزلة. وعندما نأتي إلى الفلاسفة نجد أيضا كذلك. مثلا ملا صدرة في تفسير القرآن الكريم في 7 أو 8 مجلدات يحاول في جملة من الأحيان أن يطبق المباني الفلسفية أو يطبق الآيات القرآنية على المباني الفلسفية التي انتهى إليها. إذن عندما نقف على هذه التفاسير جميعا نجد أنها جميعا تشترك في حقيقة واحدة، وهي أنها تحاول أن تسأل العقل، أن تسأل العرفان، أن تسأل التجربة، أن تسأل الرواية، ثم بعد أن انتهت إلى النتائج تأتي إلى خدمة القرآن. هذا الذي أنا عبرت عنه بالمنهج التطبيقي لا بالمنهج التفسيري.